لما تلاقي ان الاكس بدأ مرة واحدة يشوف الستوري بتاعتك وبيهتم بيها، فطبعا بتلاقي نفسك انك انت ما بقيتيش فاهمة حاجة. علاقة انتهت، ومعظم العلاقات لما بتنتهي نهاية شكلها مش لطيف، يعني ما بين مشاكل وعدم استقرار. يعني المفروض ان ما كانش في امل ان العلاقة دي ترجع مرة تانية. امال راجع يتابع الستوري بتاعتك ليه؟ كل واحد راح لحاله وخلاص. يحصل لك لخبطه في دماغك، تلاقي نفسك برضو بيجيلك احساس غريب، هو الاكس عايز يرجع العلاقه دي تاني؟ ما يمكن بدا يرجع تاني لعقله هو مثلا، ويجيلك احساس انك وحشتيه وبدا يحن ليكي تاني، فتبتدي تحسي انه جاتلك فرصه انك ممكن ترجعي العلاقه دي مره تانيه. علشان هو لا، يعني لو ما عندوش مشاعر ليكي امال راجع يتابع الستوري بتاعتك تاني ليه؟ ايه اللي فكره بيكي يعني؟ ده اكيد راجع مشتاق وعايز يرجع العلاقة مرة تانية. لكن خليني اقول لك حاجة مهمة، ما نقدرش نفرض بالضرورة ان رجوعه ده معناه انه راجع مشتاق ليكي وانك وحشتيه وعايز يرجع العلاقة دي مرة تانية. ولكن ممكن يكون كنوع من الفضول، بيشوف انت عايشة ازاي من غيره وحياتك ماشية ازاي من غيره، وهل انت متأثرة بغيابه والانفصال ولا قادرة تكملي، وهل ارتبطتي بحد جديد ولا لا. في بعض الحالات كمان بيكون الاكس بيتابع الستوري علشان بيبقى حاسس بالذنب ان هو اللي كان سبب في نهاية العلاقة بشكل كان فيه تعب نفسي ليكي، فبيشوف انت قادرة تكملي ولا لا، لسه تعبانة ولا من غير ولا لا، عرفتي تتخطي ولا لا. طيب تميزي ما بين الحالتين ازاي؟ اذا كان راجع نتيجة للاشتياق وعايز يرجع العلاقة دي مرة تانية، ولا هو راجع يطمن عليكي كده وخلاص. ببساطة لما تلاقي الاكس فجأة كده بدأ يتابع الستوري بتاعتك، ما تعمليش حاجة، اصبري شوية. كملي انك تحطي الستوري العادية بتاعتك زي ما انت متعودة، وما تعبريش في الستوري دي عن انك مثلا ملاحظة وجوده ولا اي حاجة، خليكي عادية وطبيعية جدا فترة من الوقت. وشوفي لو حصل انه مرة واحدة لقيتيه توقف عن متابعتك مرة تانية، فده معناه انه كان بيشوف احوالك بس مش اكتر، ولا انه راجع بسبب انك وحشتيه، ولا راجع للعلاقة دي مرة تانية.